نسقسيكم واش كتظنوا حقا أن اللي جرى في مدريد اليوم كان مجرد جلسة شاي دبلوماسية أو لقاء روتيني غير باش يضحكوا قدام عدسة المصورين؟ دعوني أخبركم بالحقيقة الصادمة منذ البداية. ما حدث في كواليس العاصمة الإسبانية لم يكن مفاوضات بالمعنى التقليدي، بل كانت عملية جرد الحساب قاسية جدا ومواجهة صريحة بالحقيقة المرة اللي طالما حاولت أطراف معينة الهروب منها لسنوات طويلة. المعلومات اللي تسربت لنا والتقارير الدولية اللي تحت يدنا اليوم كتقول شيء واحد فقط: انتهى زمن المناورات، والجزائر وجبهة البوليساريو جبروا راسهم في مدريد داخل غرفة مغلقة ليس فيها سوى باب واحد للخروج، ومفتاح هذا الباب هو الواقعية السياسية. دعونا ندخل في التفاصيل مباشرة. بحال اللي جالسين معاهم داخل الغرفة المغلقة، أنتم تعلمون وأنا أعلم معكم أن ملف الصحراء المغربية ظل لعقود طويلة كيدور في حلقات مفرغة من الكلام المعسول والشعارات الرنانة، لكن الجولة الأخيرة في مدريد كانت مختلفة تماما. تقارير كتوصف الأجواء أنها كانت مشحونة للغاية. لماذا؟ لأن الراعي الدولي، وكان قصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية قيادة ترامب مدعومة بشكل أوروبي واضح المرأة، لم يأتي ليسمع الخطب القديمة. واشنطن وضعت الجميع أمام الأمر الواقع. الرسالة كانت واضحة جدا للجزائر والقيادة البوليساريو: العالم تغير، والخرائط الجيوسياسية تبدلت، ولم يعد لدى المجتمع الدولي رفاهية باش يضيع الوقت ديالو في مناقشة أوهام كتعود بحقبة السبعينيات. تخيلوا معايا هذا الموقف: وفود اعتادت من سنوات طويلة تمشي للمفاوضات باش تردد نفس الأسطوانات المشروخة، اللي هي مثلا تقرير المصير بالمفهوم كلاسيكي اللي كلا عليه الظهر وشعر. وفجأة وجدوا هاد الوفود نفسهم محاصرين بالضغط الدولي غير مسبوق. كيقول لهم بصراحة لسان فصيح: تجاوزوا هاد الشعارات. العالم اليوم يتحدث لغة المصالح ولغة الاستقرار ولغة الحلول القابلة للتطبيق، وهنا مربط الفرس. الضغط اللي مارسته واشنطن في مدريد لم يكن مجرد نصائح عابرة، بل كان دفعا قويا وحازما نحو الانخراط الجدي، وأكرر الجدي، في مناقشة الحل الوحيد المطروح على الطاولة. شنو هو؟ خطة الحكم الذاتي المغربية. والأخطر من ذلك، وهذا ما سيجعلكم تدركون حجم الرعب اللي كيسود الطرف الآخر الآن، هو الحديث اللي دار في الكواليس حول النسخة الموسعة من مقترح الحكم الذاتي اللي قدمه المغرب. يبدو أن المغرب لم يكتفي بطرح المبادرة فقط، إنما طور وجعل أكثر تفصيل واستيعاب، وهذا الشيء سحب بطبيعة الحال البساط تماما من تحت أقدام الخصوم الوحدة الترابية. عندما يسمع قادة البوليساريو ومن خلفهم طبعا الجزائر، يعني صناع القرار في الجزائر، أن القوى العظمى تناقش تفاصيل الحكم الذاتي باعتباره النهاية الحتمية هذا الملف المفتعل، فمن الطبيعي أن يصابوا بالذعر. هذا ليس تحليل عاطفي، بل هي قراءة لما يدور في العقول الآن فين مخيمات تندوف وفي قصر المرادية الجزائر. دعونا نتحدث بصراحة أكثر على المكشوف. هناك حالة من التوجس الآن والخوف الحقيقي في المعسكر الآخر. لماذا؟ لأنهم يدركون أن العطافة القادمة، يعني المرحلة القادمة، قد تكون الضربة القاضية. الجزائر اللي طالما تخبأت خلف الشعار نحن طرف مراقب ولسنا طرف النزاع، وجدت نفسها المرة في مدريد أمام المرآة مطالبة بتحمل المسؤولية ديالها. المجتمع الدولي لم يعد يشتري رواية أن الجزائر فقط مجرد فاعل خير كيدعم الشعوب المستضعفة. العالم يعرف من يمول ومن يسلح ومن يحتضن ومن يحرك الخيوط. لذلك الضغط في مدريد كان موجه بالأساس من الجزائر بقدر ما هو موجه للبوليساريو، وربما أكثر. الخوف هنا هو يفرض المجتمع الدولي دابا حل
ينهي تماما هذا النزاع المفتعل، وبالتالي تخسر الجزائر ورقة الضغط اللي طالما استثمرت فيها المليارات من أموال الشعب ديالها والمقدرات ديالو دون أي نتيجة. إذا شفنا المشهد بعين المراقب غنشوفوا بوضوح حالة الارتباك اللي كتعيشها أطروحة الانفصال والمعسكر ديالو. لاحظوا ردود أفعالهم، لاحظوا البيانات ديالهم، غتجبروها مجرد تكرار المواقف التقليدية السابقة الجامدة. هم يحاولون طبعا المناورة، يحاولون شراء الوقت، يتمسكون بمفردات من الماضي، لكنهم يصطدمون بحائط صد دولي صلب. دبلوماسية دولية اليوم بقيادة طبعا أمريكا ودعم أوروبي، خاصة بعد تحولات في الموقف الإسباني والفرنسي والإسباني، تطالب بحل سياسي واقعي ومستدام. ركزوا جيدا على كلمة واقعي. ماذا تعني كلمة واقعي في القاموس الأمم المتحدة اليوم؟ إنها تعني ببساطة نساو الانفصال، نساو الدويلة الوهمية، وتعالوا نتفاوض تحت سقف السيادة المغربية. هذا هو التفسير الوحيد للواقعية السياسية اليوم. المحللون اللي كيقراو ما بين السطور يدركون أننا أمام مرحلة جديدة كليا. نحن أمام مرحلة الحسم. الأطراف الدولية واجهت الجزائر والبوليساريو بالمسؤولية التاريخية ديالو. لم يعد مسموح للاعب على الحبال وإطالة أمد النزاع باش يستافدوا من المساعدات الإنسانية أو حتى من تصدير الأزمات الداخلية خصوصا في الجزائر. المقترح المغربي للحكم الذاتي رجع كيحضر إجماع دولي متزايد، ليس فقط كحل ممكن بل كحل وحيد لإنهاء هذه المأساة المستمرة منذ عقود طويلة. لاحظوا معايا كيفاش كتصرف الدبلوماسية المغربية. ذكاء، كتمارس ما يمكن أن نسميه دبلوماسية الهدوء القاتل، أو حتى يعني بمصطلح آخر دبلوماسية الثقة. المغرب لا يصرخ، لا يطلق تهديدات الجوفاء، ولا يوزع الاتهامات يمين ويسار. المغرب كيراكم المكاسب الميدانية والسياسية بصمت كبير، لبسكات القنصليات كتفتح في العيون الداخلة، الاعتراف الدولية كل نهار كتزاد. الأهم أن الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية في الصحراء أصبحت واقع، ومعابر حدودية جديدة كتفتح. كل هذه الأوراق أصبحت قوة خلت المفاوض المغربي يجلس في مدريد أو غيرها من المدن وضع رجل على رجل، مرتاح البال، ومستند طبعا الشرعية التاريخية وقوة الواقع. يا سادة، ما كشفته كواليس مفاوضة مدريد هو أن العالم ضاق بهذا الصراع المفتعل، وعقب الجزائر القوى الكبرى تريد إغلاق هذا الملف باش تفرغ من التحديات الأمنية والاقتصادية العالمية الكبرى بحال روسيا والصين. ولم يعد هناك ما كان في العالم الجديد بين الكيانات الوهمية اللي كتخلقوا الجزائر أو الجماعات المسلحة اللي كتهدد استقرار المناطق الحساسة بحال منطقة الساحل والصحراء. الرسالة وصلت بوضوح في مدريد. قطار انطبق، ومن لم يركب الآب يوجد نفسه وحيد صحراء قاحلة بلا غطاء وبلا ناصر. ختاما اللي خصني تفهموا مزيان وانا كنهي هذه الحلقة هو ان الصورة صبحت اوضح من اي وقت مضى. الاقنعة سقطت والحقائق ظهرت. نحن لا نتحدث عن التكهنات بل نتحدث عن مسار دولي يتشكل الان قوة. الايام والاسابيع القادمة غتكون حبلى طبعا بالمفاجآت، ربما نسمعوا عن قرارات صعبة ومؤلمة حتى الجزائر والبوليساريو ياخذوها، ليس رغبة منهما بل لأنهما أدرك في مدريد أن اللعبة قد انتهت نهائيا وأن العالم قد اختار المستقبل. هذا هو المشهد كما هو، بلا رتوش وبلا تشبيه. معركة دبلوماسية شرسة حسمت بالنقاط لصالح الواقعية وصالح المغرب، بينما يغرق الطرف الآخر في بحر من القلق والارتباك. تابعوا معي ما سيحدث لأن القادم أهم وأخطر، والملف
كيطوي الصفحات الأخيرة ديالو بالتوقيع الدولي الأمريكي لا يقبل النقاش. شكرا لاستماعكم، ولنا دعوة مع كل جديد يطرأ على هذا الملف الساخن.